أخطر 5 أنواع تعلق في العلاقات ممكن تدمر قلبك وانت فاكرها حب. في نوع تعلق مش بس بيوجعك، ده بيخليك تفقد نفسك واحدة واحدة وانت فاكر انك فعلا بتحب. خليني اقولك الحقيقة بصراحة من غير اي نوع تجميل، مش كل اللي اسمه حب بيبقى فعلا حب. في علاقات كتير بتكون قايمة على التعلق، والتعلق ده له اشكال خطيرة جدا. فتعالى مع بعض نقول ايه تعلقات في الحب مع بعض. 1. التعلق بالشخص اللي مش بيختارك، بتقعد تستنى منه رسالة، بتقعد تحلل كل كلمة وتفضل متمسك بالحد ده، واضح انه مش مهتم. ده مش حب، ده محاولة ان انت تثبت لنفسك انك تستحق. 2. العلاقة السامة، بنقولها كده toxic relationship. بتقعدوا تتخانقوا، تزعل وبعدين ترجعوا. انت بتدمن الدراما، مجرد احساس ان العلاقة دي حقيقية عشان هي فيها ألم. ده مش عمق، ده ادمان مشاعر، وهي هنا مشاعر الألم. 3. التعلق بفكرة الشخص مش حقيقته. بتحب الصورة اللي في دماغك اللي انت راسمها للشخص، مش الشخص الحقيقي اللي هو عليه. بتقعد تفضل تقول هو كويس بس كذا وكذا وكذا، ده هو بيحبني بس هو كذا وكذا وكذا. انت في الحقيقة مش بتحبه، انت بتحب الأمل اللي فيه، اللي انت متمسك بأمل ان انت تغيره عشان انت مش شايف حقيقته. زي ما قلنا انت راسم له صورة معينة في دماغك، وهي دي الصورة اللي انت عايز توصل لها. 4. وده نوع منتشر جدا جدا جدا، اللي هو التعلق بالخوف من الوحدة. ان انت تفضل تكمل في علاقة بس عشان ما تبقاش لوحدك، تقول احسن من ما فيش. بس الحقيقة الوحدة احسن، لان دي علاقة بتكسرك مش بتبنيك. 5. التعلق بدور المنقذ، يعني بتحاول تصلح الشخص ده، تستحمل عشان تغيره، وتصدق ان حبك ده كفاية عشان هو يتغير. بس الحقيقة ان انت اصلا مش مسؤول عن شفاء حد. ربنا قال لا يغير الله قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الشخص ده مش هيتغير غير لو هو فعلا بجد من جواه عايز يتغير، غير كده مش هيتغير. فخليني اقولك الرسالة العميقة جدا من كل ده، كل الانواع دي، ال5 انواع اللي احنا ذكرناهم، ليها جذر واحد، هو الخوف. الخوف من الرفض، الخوف من الوحدة، الخوف انك مش كفاية. فنصيحتي ليك ما تخليش الخوف هو اللي يسوق العلاقة، حتى لو انت بتنزف من جواك. واسأل نفسك دلوقتي، انا في العلاقة دي عشان بحب ولا عشان خايف من الرفض او اي حاجة تانية؟ ولو الفيديو ده عجبك اعمله شير، خلي الناس تستفيد بيه وخلي الناس تصحى، واعمله سيف عشان تقدر ترجع له في اي وقت محتاج تفكر بيه نفسك، هل انا فعلا بحب ولا انا خايف